انا مبسوط دلوقتي وانا في كليتي، مبسوط. وانت برضو لما توصل كليتك هتبقى مبسوط. يا صباح الخير، يا اهلا بيك واهلا بيا واهلا بينا كلنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا احمد، اخوك وصاحبك طالب في كلية تمريض. النهارده جاي اتكلم معاك في حاجة مهمة جدا، وهي دي كراسة الرسم عامة يعني. جاي اتكلم معاك في حاجة مهمة جدا، وهي المراجعة النهائية. يعني ايه المراجعة النهائية؟ المراجعة النهائية عايز اتكلم معاك في حاجة، ان هي المراجعة النهائية اهم 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 من مذاكرة اول السنة. كفيلة ان هي تنقلك من حتة لحتة تانية خالص. احمد، خلينا متفقين ان انا ممكن اكون مذاكرتش اصلا، يمكن كنت بتدلع طول السنة ومش عندي شغف او اي حاجة تحركني ان انا اذاكر. الفيديو ده كفيل باذن الله ان هو هيسر لك او هيدفعك ان انت تقوم وتكمل وتعافر وتوصل لحاجة كويسة اوي. تعالى بقى نتكلم شوية في حاجات مهمة. يا صاحبي انت لو مركزتش فيهم، انت ممكن تبوظ اخر شهر او اهم شهر ونص في حياتك عامة. هما بإذن الله دول اللي هيحددوا لك اللي جاي هيكون عامل ازاي. كليتك هتبقى عاملة ازاي، مكانتك هتبقى عاملة ازاي، احلامك اللي انت نفسك تحققها هتبقى عاملة ازاي. انا مبسوط دلوقتي وانا في كليتي، مبسوط. وانت برضو لما توصل كليتك هتبقى مبسوط. تعال بس نتكلم بسرعة، يعني أربع حاجات ببساطة عشان نخلص الفيديو، عشان عارفك مستعجل وقتك مهم. أول حاجة وهي ابعد عن المشتتات. مشتتات؟ ايه هي المشتتات؟ مشتتات يا معلم، التليفون، التاب، كلام البنات. كلام البنات. اي مشروع جواز، اي اكتئاب، اي حزن، اي حاجه وحشه قوي ممكن تخليك او تليك عن المذاكره، ابعد عنها بس اجلها. شورت تايم، وقت قصير، هي شهر ونص بس وهترجع تاني تذاكر عادي. فيا ريت تسمع الكلام. ابعد عن المشتتات. مشتتات ابعد عنها. كلام البنات ابعد. مشروع جواز ابعد. اي حاجة هتلهيك. اكتئاب، اعرف ان نفسيتك اهم مليون مرة من اي حاجة دلوقتي. انا عايزك تبقى تروق كان بيقول ايه، تروق الجي ومش عارف تعمل. المهم اعمل كده، روق الجي وخلاص. نخش بقى على تاني حاجة وهي ابعد عن المشتتات. تاني حاجة وهي small steps، خطوات صغيرة. انا على سبيل المثال، أم، يعني ايه، انا كنت مع واحد صاحبي ده معايا في السكن، بيقول لي يا ابني ده انا بسمع انمي وفي انمي جبار. تمام. الانمي ده، تعالى نسمعه مع بعض واحنا بناكل. تمام. قلت له يا اسطى انا ما بسمعش انمي، انا مش صغير. قال لي يا عم بس تعالى بس هنسمع بس حته صغيره. هو اصلا الحلقه كلها كانت 10 دقايق، فجينا قعدنا. سمعت اول حلقه. جيت بعد تاني يوم بقيت بنيجي ناكل مع بعض، نفطر مع بعض، بنسمع كمان حلقه، يوم ورا يوم ورا يوم. خلصت جزئين وبقيت اقسم بالله مستني الجزء التالت ينزل باي طريقه. وانا كنت اصلا بقول انا مش عيل صغير ومش هسمع. يعني انا خطوات صغيره بس كفيله ان هي تغير مجرى حياتك. بص، ما تجيش تذاكر تقول انا النهارده اخلص 13 فصل كيمياء واخلص 14 فيزياء واخش اخلص البلاغه والمش عارف ايه والنصوص وكل حاجه في العربي وهعمل كل حاجه والنهارده اخلص النحو. مفيش ده كله. انت بني ادم، انت برضه في الاول وفي الاخر بني ادم، مش هتقدر تخلص 19 مليون الف حاجه في نفس اليوم. يعني انت يومك 24 ساعه، معظمه اصلا انت نص او ربع وانت بتنام عشان عارفك كيف نوم بتنام وبتسهر ومش عارف. فانت بتضيع وقت كتير يا صاحبي. احنا بس خطوات صغيرة. النهاردة هبدأ بس خطوة صغيرة. اعمل الخطوة التالتة لسه جاي اقولك عليها. هتعمل اللي انا اقولك عليها في الخطوة التالتة وتسمع الكلام. يبقى أول حاجة نبدأ بخطوة صغيرة. نخش على الخطوة الثالثة، التايمر. الإنسان بيحب إنه يكون مش مرتب للفترة الخطوة الجاية. يعني انت دلوقتي، احنا اكتر حاجة ممكن تفاجئ الانسان ان هو خايف من الخطوة الجاية او خايف من اللي ممكن يحصل بعد دقيقة. تمام. احنا خوافين، احنا طبعا خوافين. فايه اللي ممكن يحصل؟ انك تحط قدامك تايمر. تجيب مثلا التليفون، تجيب اي حاجة، تجيب تايمر. تجيب تايمر ازاي؟ نظر رقم التايمر قدامك. انا دلوقتي ذاكرت ساعة، ذاكرت ربع ساعة، ذاكرت نص ساعة. انا مثلا حاطط في مخيلتي ان انا هذاكر ساعة. عقلك لما بيشوف ان انت حاطط تايمر قدامه بيكون مستوعب وعنده ادراك تام ان انت خلاص الساعة انت هتقعد تذاكرها، مش هتعمل في حاجة تاني. انت بس مستني الدقيقة دي تعدي عشان تكمل الساعة، عشان تحس ان انت انجزت شيء مهم. تمام، انجزت شيء مهم. يبقى هو التايمر. التايمر مهم جدا، نزله مع على متجر ديلي هتلاقيه. تمام تمام. رابع حاجة وهي أهم شيء، أنا أربع دقايق. أهم شيء وهي
منتاليتي، تفكير كتير، اوفر ثينكينج. مش عايزين ده كله. انا هذاكر الدرس عشان اخش كلية كذا. هو حلو ان انت تبقى نفسك تخش كلية، بس في الاول في الاخر انت لازم تسيبها لربنا عز وجل. مم، انا مش هقعد كل خطوة احسب لها، وكل خطوة انا لازم تبقى بطريقة بيرفكت ومثالية. وان يعني انت متعرفش ايه اللي هيبقى اصلح ليك. احنا بس يعني احنا علينا السعي فقط، والله العظيم احنا علينا السعي فقط. وربنا عز وجل مش بيضيع اجر حد، مش بيضيع اجر حد. وربنا عز وجل عايزك تحسن العمل بتاعك، وهو بس النتيجة دي بتاعته هو. النتيجة بتاعته باللي بيليق واللي هينفعك، ربنا عز وجل هيدولك. فانت ما تقعدش تحبط نفسك، وما تقعدش يا لهوي انا هخش كلية ايه انا هعمل ايه يعني. مفيش ده كله. متبقاش دراما كوين يا صاحبي. انت اشتغل وسيبها على ربنا، وقول يا رب اختار لي فانا لا احسن الاختيار. يا رب اختار لي فانا لا احسن الاختيار، بس فقط. ما تطلبش من ربنا غير ان انت يحسن لك الاختيار، وهو ربنا كده كده بيحسن الاختيار من غير ما انت تقول انا يا رب عايز. هو عارف الاصلح ليك. انا كنت بتمنى طب و... وجيت كنت اول سنه كنت بعيط، وبعد من الكليه بعيط، وبعد كده بقيت مرتاح في تمريض، وخطبت وبقيت مرتاح في تمريض. ولما رحت خطبت محدش بيخطب لسه سنه صغير، بس فكرة ان انت في كلية كويسة بتشغل وهكذا، وانت يعني بتسعى، الراجل وافق يعني، فهمت. فهو ربنا عز وجل عارف الاصلح ليك، بس فقط هو ربنا عز وجل عارف الاصلح. اعمل واشتغل واعمل عليك. ده اول فيديو لي على اليوتيوب، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. انا احمد صبحي، طالب في كليه تمريض، وده مش هيبقى اخر فيديو باذن الله، لسه في جاي كتير. لايك وسبسكرايب بس عشان اليوتيوب. ماشي سلام. انت حبيبي، مش عامل كده والله. سلام.